وانا بصراحه القصه دي حرقت دمي الصراحه، يعني حرقت دمي يعني هي من المعذبات تقريبا. هي عمرها 23، كان عمرها ساعتها 23 سنه. قبل 6 سنين كانت بتحب شخص عنده 34 سنه ومخطوبه له، بيحبوا بعض والدنيا زي الفل وجميل. ابتدى يقرب ميعاد الجواز، فابتدى يختلق المشاكل، ابتدى يتلكك، ابتدى يقول لها لا انت ما بتسمعيش كلامي، انت مش عارفه ايه، انت. المهم اتخانقوا خناقه كبيره جدا وسابوا بعض. سابوا بعض قد ايه؟ سابوا بعض 6 شهور. بعد 6 شهور رجعوا لبعض تاني وقال لها ان احنا مش هنستنى بقى كتير، يلا نكمل زواجنا. انا تهت. قالت له حاضر. قلت له حاضر عشان انا بحبه. حددنا ميعاد الزواج وبلشنا دي لبناني، بلشنا تحياتي لاستاذ لبنان. بلشنا التحضيرات وكنت سعيده جدا وهو كمان وكذا. وقبل كتب الكتاب بيومين 2 اختفى. بعدين اتصل بيها قال لها بصي يا فلانه، انا فكرت كتير ولقيت انه ما بنصلح لبعض، والمشاكل الاولانيه اللي وقعت بينا لسه ما نسيتها. يا حلاوه. علشان كده قررت ان احنا مش هننفع لبعض ومش هنتجوز. الكلام ده قبل الجواز بيومين. بعديها فتره قالت لك اتصدمت وانجرحت، ولا اشتغلت ولا سافرت ولا رحت ولا جيت، وفضلت قاعده جوه البيت. الاستاذ راح خطب واحده تانية علشان يتجوز. فات على القصه، وهو بدل حرق دمي الحته دي. فات على القصه دي 5 سنين، لا شفته ولا شافني، وسمعت انه ما اتزوج بالبنت التانية وافترقوا. مؤخرا كنت معزومه في مناسبه، قابلته. ولما قابلته هي طبعا قالت لك في وسط، انا بختصر لان هي دي اول مشكله. هي طبعا بعد ما عرفت ان هو خطب راحت اشتغلت وظبطت نفسها وبقت حاجه بقى تانية خالص. بعد ال5 سنين دول هي ما ارتبطتش. قال لها ان هو بيحبها وحاول يبرر لها في المناسبه السعيده اللي هم شافوا بعض فيها ان هو كان غلطان وايه مبرراته، انا بحبك لسه وانا ما عرفتش اتجوز التانية عشانك وانا 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 وانا. وبعدين نرجع لبعض بعد 5 سنين، وبيبعت لي مسجات تاني ومش عارفه ايه، وهي بقى بتقول انها لسه بتحبه وبفكر فيه، عايز يخليني اتكلم وانا خايفه اضعف تاني. وقولي لي بقى اعمل ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ هو انتي تعملي ايه في ايه؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ من باعك بيعه، من باعك بيعه. انتوا عارفين في كام راجل على الكره الارضيه؟ مش في مصر؟ يعني عارفين نصيبكم ده ممكن يكون فين؟ بجد عارفين كام راجل على الكره الارضيه دي؟ سابني 5 سنين، سابني قبل جوازي بيومين. فضيحه بقى بجلاجل. ده انا عازمه بقى اصحابي والجيران والعيله بقى ولبنان بقى وجبل لبنان وكله. وقال لي اسف مش هقدر اتجوزك علشان خاطر المشاكل الاولانيه، وراح خطب واحده تانية وسابها، واستنى لما يشوفني صدفه ما جيش ورايا وقال لي انا بحبك بعد 5 سنين. وعايزه ترجعي له؟ لا اشتري نفسك. لا.